السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة جدا جدا جدا، وعايزة اقول لكم طعمها خطير جدا جدا، ولو جربتيها مش هتندمي. بصوا، انا معايا جمبري ومعايا سمك. الجمبري الاول هفتح ظهره. تمام. بصوا، هي كانت عايزة جمبري اكبر من ده، بس هي جات لي الفكرة يعني وكده، فعملت باللي عندي، باللي موجود عندي. فاهمين ازاي؟ ف مش شرط يكون الجمبري كبير ومش شرط يكون صغير، يعني الموجود عندك ممكن تعمليه. تمام. غير طبعا لما عايزة تشتري مثلا يعني الحجم الكبير برضو براحتك. تمام. هنا انا بفتح ظهر الجمبري، بنضفه من السلسلة الرملية دي. تمام. طبعا انا بغسله قبل ما بشيله في الفريزر، بس السلسلة ما بشيلش منه السلسلة الرملية غير لما بطلع كيس كيس كده وبقسمه. انا ببقى مقسماه الوجبات. تمام. آه بس بنضفه بقى وقتها. تمام. هنا بقى هبتدي انضف الكمية كلها اللي معايا يعني بنفس الطريقة كده. طبعا ممكن تعمليه بمقص، ممكن بشوكة تسحبي ظهرها يعني كده، او بخلة سنان. تمام. براحتك برضو، يعني حسب ما انتي حابة. ممكن برضو ما تشيليش السلسلة الرملية بتاعته، بس انا بالافضل يعني ان انتي تشيليها. بصوا، هي بتطلع لوحدها سهلة خالص، يعني مش محتاجة يعني افتكاسة او حاجة. وبفتحه كده شوية بايدي كده، بس طبعا بكون حريصة لان هو اصلا مش الجمبري عامة يعني ما بيستحملش يعني اي حاجة فيه. فاهمين؟ هو بيبقى اصلا كمان كده كده ما بياخدش سوا على النار. دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده. تمام. بس الوصفة بتاعت النهاردة هتعجبكم جدا 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 جدا، واسهل مما تتخيلوا، والنتيجة احسن من اي مطعم. تمام. انا عملته معاكم قبل كده اسكندراني، وعملته معاكم مشوي على الجريل، وعملته معاكم كمان مسلوق عادي خالص، اللي هو بالشوربة بتاعته العادية. تمام. عملته معاكم يعني بكذا طريقة. تمام. بس ومرة عملته طاجن في الفرن بالبصل والطماطم وكده، كان حلو قوي. بس هبتدي ان انا اخلص بقى الكميه كلها كده، بس انا بوريكم بالتفصيل عشان خاطر في ناس ممكن يتهري منها، فانا مش ههري يعني. فانا بعمله بالراحه. وبعدين كمان يعني ممكن تنظيفه للطريقه اللي انا هعمله بيها النهارده غير تنظيفه لما بتبقي عايزه مثلا آه، تسلقيه او تعمليه اسكندراني، او مثلا تقليه. بشيل الراس بتاعته وبقشره من القشر. تمام. يعني كل حاجه ليها طريقتها يعني. تمام. عشان ما يبص منك، بس بالراحه، وتكوني حريصه قوي في التعامل مع الجمبري بالذات، كمان لان هو آه، ضعيف يعني. مش اللي هو يتحمل معاكي. عامه الاسماك والجمبري والكلام ده كله ما بتتحملش النار كمان. تمام. بس كده انا قلت اوريكم يعني كذا حاجه وكذا يعني كذا طريقه. ده كان جمبري وسط، مش كبير ولا صغير. تمام. وطبعا يفضل اللي يكون بالكبير. الجمبري الجامبو الكبير هيكون معاكي اسهل في التنظيف، وهتعرفي تاكلي لحمه يعني. فاهمين؟ بس كده هبتدي بقى ايه. كده خلصت الكمية كلها، ومعايا سمكة قاروص مفتوحة سنجاري. ده قاروص سنجاري. السمكة دي 600 جرام. تمام. هي كبيرة مش صغيرة. لا. تمام. بس كده، وهي اصلا مفتوحه يعني، وانا شايلها نظيفه، بس طبعا هغسلها كويس تاني، لان هي كانت في الفريزر. تمام. بس كده، وهحطهم بقى كده على جنب، وهبتدي ان انا اعمل التتبيله، وهوريكم بقى هنعمل ايه تاني. تمام. بس هنبتدي بقى هنا ننضف طبعا القطاعه مكان الجمبري. طبعا هغسلها. هنا معايا بقى راس توم او نص راس توم، يعني براحتك حسب الكميه بتاعتك. ومعايا فلفل، وممكن لو حابه فلفل حار براحتك، بس انا طبعا ما بعملش بالفلفل الحار لاني عندي اولاد، فبالتالي بعمل بالفلفل ده. والفلفل ده بيبقى اللي هو الكوبي، بيبقى بيدي ريحه حلوه قوي وطعم في الوصفه اللي انا هعملها معاكم النهارده. تمام. حطينا الملح بس كده، ما حطيتش اي حاجه تانية غير ملح على الثوم والفلفل. هضربهم بقى بالكبه او تدقيهم براحتك خالص برضو يعني، زي ما تحبي. تمام. بس كده هضربهم عادي، ممكن تدقيهم براحتك او يعني، بس اهم حاجه ان هو يكون مفروم. تمام. بس ممكن تحطي توم بس من غير فلفل، او فلفل حار او فلفل الوان، زي ما انت حابه. تمام.
بس الطريقه دي حلوه جدا، وانا مجرباها واحلى من 1000 مطعم. تمام. وهتعملي سفرة حكاية، وخصوصا كمان سفرة الأسماك بتبقى قدامك بتدي نتيجة حلوة وسريعة، غير أي طبعا أي حاجة تانية. طبعا معايا بقدونس، ده ورق البقدونس، أنا خدت الورق ما خدتش اللي هي العروق أو الساق بتاعه، فأنا خدت الورق. هفرمه بقى كده على القطاعة، فرم يكون ناعم شوية. تمام. وطبعا يفضل ان هو تفرميه على ايدك، وطبعا ما تضربوش في كبه ولا حاجه عشان ما يبقاش مش حلو. انا عايزاه يعني ورقه كده يبقى مفروم بس باين، يعني فاهمين. بس هفضل بقى اقطع كده، وطبعا انا مش بجري الفيديو عشان خاطر يعني تشوفوا الطريقه. والنتيجه كانت حلوه جدا، يعني هتجربوا النتيجه حلوه 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 يعني. تمام. انا اتصدمت منها. بس كده تمام. هبتدي بقى طبعا شبت، والشبت اساسي. ممكن ممكن ما عندكيش بقدونس، ممكن عادي خالص يعني ممكن تعمليها من غير بقدونس، بس الاتنين مع بعض ادوا ميكس تحفه. والشبت اهم شيء، الشبت مهم. طبعا خدتهم اغسلهم. هنا معايا بقى طبق. تمام. هحط ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت، وطبعا حسب الكميه كل ما تزيد معاكي كل طبعا مع يعني، بس هي من كوبايه نص كوبايه بالظبط، يعني حسب لو معاكي كيلو جمبري ومثلا عدد 3 سمكات او سمكتين من العروس نفس ال 600 جرام او نص كيلو ايا كان، بتزودي الكميه. هنا حطيت الزيت، ربع كوبايه زيت، حطيت معلقه كبيره كمون. طبعا انا ما بعملش مقادير بس تمام يعني. معلقه كبيره كمون، معلقه كزبره، ومعلقه بابريكا، ومعايا بهارات سمك. ولو ما عندكيش ممكن عادي تستغني عنها خالص، مفيش مشكله، مش هيأثر معاكي. وطبعا ليمون. تمام. حطي ليمون، لان الطريقه دي الليمون فيها اساسي اساسي، لان هي زيت وليمون. تمام. بس عصرت بقى ليمونه كبيره، والليمون ده فيه ميه كتير فتمام يعني. تمام. ممكن 3 4 ليمونات عادي، مش هيأثروا معاكي في شيء. حلو حلو جدا مع السمك الليمون والكمون. تمام. وتزودي الكمون بس مش قوي طبعا، لان الحاجه لما بتبقى كتيره قوي بتتقلب يعني ضدها، ما بتبقاش حلو. تمام. هنا بقى هنزل بالتتبيله. بصوا انا عايزاه مفروم ازاي، زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهو هنزل بقى بكل الكميه اللي معايا دي على الخلطه دي كلها. الثوم والفلفل مع الزيت والليمون والكمون والبابريكا او الشطه، وشويه كزبره وشويه بهارات سمك. او لو ما عندكيش بهارات سمك مش مشكله، تحطي 7 بهارات، او ما عندكيش خلاص عادي كمون وملح بس مش شرط. بس اهم حاجه الشبت والثوم والليمون اهم شيء. طبعا نزلت بالخضره، طبعا انا غسلتها، فهديهم بقى تقليبه كده مع بعض، ومعايا كميه حلوه. تمام. يعني الكميه كانت مظبوطه على الكميه، يعني كميه التتبيله مظبوطه مع كميه السمك والجمبري اللي معايا. تمام. بس كده اهو. هنا بقى هبتدي اجيب، هزود بقى ليمون. انا بقى حبيت ان انا ازود ليمون، تحبي ان انت تزودي بس بلاش خل، عشان الخل ممكن يهري السمك، خصوصا ان انا عملت التتبيله دي قبليها بيوم يعني الكلام دوت. يعني انا تبلت الاول وتاني يوم يعني استخدمتها، فاهمين. بس فهنا بقى هبتدي اجيب علبه بغطا، او ما عندكيش علبه بغطا ممكن طبق يعني يكون غويط شويه، وتلفيه بكيس او باي حاجه. تمام. هنا بقى بتبل الجمبري. بصوا طبعا انا ببقى واحده حريصه شويه على الجمبري، لان عشان ما يتهريش مني، وممكن يعني اقلبه مش محتاج تفعيص هو يعني. تمام. اهو بايدي كده بالراحه. تمام. وطبعا ايدي انا غسلاها كويس، وبعدين احنا اللي هناكل الاكل فتمام يعني. بس الناس اللي بتقرف يعني وكده ممكن تلبس كلافزات، بس انا يعني ايدي انا غسلها كويس. تمام. بس هجيب بقى الغطا بتاعها وهشيلها في التلاجة كده لتاني يوم اهو. بس كده هدخلها بقى التلاجة. تمام. عشان خاطر ما يبقاش في ريحة في التلاجة، ريحة التوم او كده في التلاجة. هجيب طبق نضيف كويس، ويكون على قد حجم السمكة.
تمام. وهجيب السمكه وهتبلها برضو بنفس التتبيله دي. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله كانت خطيره، الريحه نفسها وانت يعني وانا بقلبها في بعض حلوه جدا، خصوصا الشبت مع البقدونس كانوا حلوين جدا جدا كمان، والثوم، فتمام يعني كانت زي العسل. بس كده طبعا انا تبلت قلب السمكه، وطبعا عشان هسيبها لتاني يوم يعني قفلتها كده عشان التتبيله يعني تاخد طعم التتبيله كده وتخش في لحمها. تمام. بس كده اهو زي ما انتم ما شايفين السمكه يعني تبلتها كويس كده ومشيت عليها بايدي كده طبعا، وهتغطيها بقى. عندي اكياس الكبيره. تمام. هاخدها بقى ايه احطها، بصوا انا بوريكم بس كده، هي كده كده كمان هتنزل ميه السمك مع التتبيله يعني. بس كده هشيلها بقى في التلاجة وكده خلاص. تمام كده خلصنا تتبيلاتنا وخلصنا حاجتنا لتاني يوم. بصوا يا جماعه، انتوا عارفين ان انا عندي روتين يوم الجمعه ده بيبقى سمك. لما بنخرج ما بيبقاش فيه سمك، فقاعدين في البيت فيبقى سمك. تمام. وانا بفضل اعمل السمك في البيت حتى لو مشوي، يعني مشوي بالردة، انا بحب اعمله في البيت. تمام. جنب الاكلة دي بقى عايزة تعملي رز. انا هعمل رز حبة وحبة، بحمر شوية رز كده في الزيت لحد ما يبقى بني زي ما انتم شايفين، وبنزل بباقي الرز بعد ما اغسله. تمام. ممكن تعملي رز اصفر جنبه، ممكن تعملي رز بالبقدونس كمان، بس انا حبيت ان انا بقدونس والشبت، بس انا حبيت ان انا اعمل رز كده ابيض، لان انا ولادي بيحبوا الرز الابيض، ما بيحبوش اي نوع رز تاني مختلف، يعني لازم ابيض. هم يا ابيض يا بالشعريه، فهم فكروا ان الرز ده شعريه، فتمام يعني. تمام. بس كده خلصنا الرز. هنا كان تاني يوم، وطبعا ابو عبد الله حب ان هو يساعدني فقطع لي السلطه. ده خاص بلدي عادي. يقطع بقى هو السلطه كده، انا غسلت له كل حاجه وهو بقى ابتدى ان هو يقطع عشان خاطر هنبتدي بقى ان احنا ايه نعمل الاكل بقى. وهوريه لكم بقى الطريقه اللي احنا هنعمل السمك والجمبري بيها، طريقه حلوه جدا وجديده جدا، وعايزه اقول لكم كانت خطيره. تمام. بس كده بقى بنقطع السلطه عادي، وطبعا السلطه انا بتبلها بليمون وميه من الحنفيه وشويه ملح، بس بزود الليمون. بس كده ما بحطش اي حاجه تانية عليها. تمام. وطبعا كان في جرجير، بس انا ما حبيتش ان انا احط جرجير، فخلينا في الخس البلدي، كان حلو جدا. وطبعا قرن فلفل كده حامي شويه. بس معانا بقى طماطمايه، وطبعا يعني ايه السلطه يعني براحتك، يعني ممكن تحطي بصل، احنا مش بنحب عليها بصل. تمام. يعني بفضل البصل يكون في حاجات معينه، ويكون بصل اخضر، مش بصل يعني ما بفضلش ان انا اكل البصل كده. تمام. يعني ممكن بصل اخضر، ممكن مع العدس، ممكن مع طبعا الفسيخ والرنجه وكده. طبعا الرز خلاص اتشرب. تمام. هعمل بقى شويه طحينه، وطبعا الطحينه بتاعتي تحفه جدا. انا بعملهاش بتوم، بعملها بس بعملها بكمون وملح بس وليمون، وما بحطش زيت. تمام. وشويه بهارات كده، السبع بهارات، رشه بسيطه يعني. تمام. هنا بدوقها عايزه ملح ولا لا. تمام. وهفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما ادوبها، وشويه ليمون ده بس يمشي معايا الطحينه. تمام. بس انا هعصر عليها ليمون صحيح اهو زي ما انتم شايفين. هي هتتقل على فكره، مجرد ما هترشي عليها الليمون هتتقل وهتبقى سمكها حلو. عايزه اقول لكم احلى من طحينه المطاعم بكتير بكتير بكتير. وتمام يعني من غير توم، فحلوه خفيفه. هنا بقى احنا بقى هنشوي الحاجات دي على الفحم. عايزه اقول لكم النتيجه كانت روعه. تمام. هنا بقى الولاعه كانت عايزه كان فيها هواء وما كانتش عايزه تولع، فتمام يعني جبنا بقى اللي هو البتاع اللي بيولع الفحم ده، اللي هو سريع الاشتعال. تمام. هنبتدي ان احنا نولع بقى الفحم كده. وطبعا الجو كان برد شويه، وكان الجو حلو يعني انا بحب الجو ده، يعني انا بحب الشتاء عامه، فالجو كان حلو قوي. فطبعا بقى ايه هنبتدي ان احنا نولع الفحم. طبعا احنا بصوا ساكنين في مكان يعني قدامنا كده سطح زي روف كده بتقعدي فيه، وبتبقى القعده فيه حلوه. تمام. بس طبعا في الصيف، طبعا في الشتاء لا ما بنقدروش يعني.
تمام. فطبعا عندنا بقى شوايه الفحم دي حلوه قوي قوي، وفكرتها يعني الفكره ان احنا نشوي دي حاجه حلوه يعني في البيت، دي حاجه حلوه قوي. سيدنا محمد رسول الله. تمام. وطبعا الاكل غالي على فكره في اي بلد وفي اي مكان، الاكل بره غالي مهما كان يعني، فاهمين؟ ففي البيت بيبقى الاكل نضيف وانت عارفه جودته وعارفه عيالك بيحبوا ايه، وعارفه يعني تعملي مثلا الجو وكده متاح ليكي كل الكلام دوت، ممكن تعمليه يعني ما تتردديش. مش متاح عندك طبعا مش هتيأسي، لو عندك ممكن تشويها في الفرن بزيت وليمون. يعني عايزه اقول لكم هتبقى طعمها برضو خطير. تمام. بس يعني بقلل الامكانيات ممكن تعملي سفره حلوه. عايزه اقول لكم ان احنا يعني السمكيه دي مع شويه الجمبري دول على فكره يعني ممكن ربع كيلو او اقل كمان، بس الحمد لله يعني البركه من عند الله. والحمد لله يعني ان الواحد راضي، اهم حاجه الرضا. واهم حاجه في الحياه ان انت تبقي راضيه بعيشتك وبحياتك ايا كانت بقى ظروفك ايه هي. مش بكل مش يعني الحياه الحلوه مش بالفلوس يعني، الحمد لله على النعمه اللي انا فيها يعني. ايا كان بقى يعني غيري مش لاقيها يعني. تمام. فالحمد لله دائما وابدا، وبقول يا رب يا رب يديم حياتي عليا نعمه، ويخلي لي ولادي بس وجوزي وكل وامي وابويا وكل اللي بحبهم يا رب. هنا بقى كنا سبتهم بقى يولعوا، بقى بابانا يولع الفحم وكده، ودخلت بقى ارص له. طبعا عندي شبكه صغيره عملت فيها الجمبري، والشبكه الكبيره حطيت عليها السمكه. عايزه اقول لكم كان ريحته حلوه وانا بعمله يعني، وانا برصه كده كان ريحته حلوه قوي قوي قوي. وسبحان الله الاكل كان فيه بركه رهيبه رهيبه رهيبه. والحمد لله اكلنا وشبعنا، وكان الاكل حلو جدا. برضو القرفه الاكل بتبقى حلوه خصوصا لو انت بتعمليها الناس بتحبيهم، فالاكل بيطلع من قلبك يعني. حتى لو انت ممكن تكوني جايبه عندك امكانيات الدنيا كلها وانت مش حابه الحاجه، او مش حابه عيشتك، او مش حابه اللي انت بتعمليه، الحاجه هتطلع مش حلوه خالص، فاهمين؟ بس الحمد لله بقلل الامكانيات، وبنحاول نعمل على قد ما نقدر جو يعني، وخصوصا ان احنا في الغربه، ان احنا نسعد ولادنا ونكون احنا كمان مبسوطين، وتكون حياتنا يعني كويسه نوعا ما يعني. تمام. طبعا يعني انا مش بتكلم كده من فراغ، بس فعلا والله بجد الواحد عنده مشاكل الدنيا، بس الحمد لله يعني على النعمة. بس ربنا يديمها بس عليا نعمة يا رب يا رب يا رب، ويحفظ لي ولادي وجوزي وكل احبابي يا رب. بس المهم هنا بقى بنشوي السمكة. طبعا عايزة اقول لكم كانت طالعة طرية وجميلة، فاهمين؟ احنا بنحب بس ايه نحرمش الظهر شوية. بصوا، بس الجو بقى كان برد برد يعني، تمام، واحنا بردنا وتمام، بس كله يهون عشان خاطر ايه القعدة الحلوة. بس هنا بقى بنشوي السمك. شوينا الاول السمك عشان خاطر السمك بياخد يعني ياخد وقته. تمام. والجمبري كده كده ما بياخدش وقت على النار يعني، دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده. هنا كمان كانت خلصت السمك، فجبت بقى لزوجي طبق كبير ولفت له عليه ورق فويل عشان خاطر الحاجه تفضل سخنه عقبال ما نشوي الجمبري، يكون الاكل بقى سخن. عايزه اقول لكم الريحه كان قلبت الدنيا اصلا. تمام. بس هنا بقى بينزلها عشان بيحاول ايه ما يبهدلهاش يعني، فقلب الشبكه. فانا بقى هنا بقى ايه بغلفها كويس عشان الهواء وحاسبها. تمام. عقبال بقى طبعا احنا حطينا البصل المشوي ده خطير خطير خطير، وبعدين الفلفل كمان، الفلفل المشوي خطير. هنا بقى عشان الجمبري ما يتلسعش من النار، فاحنا زوجي حاطط يعني حاطط فوق السياخ بتاعه الفلفل والبصل. تمام. حطوا عليها يعني، فاهمين ازاي الفكرة؟ بس يبقى على نار هادية بحيث ان هو يستوي ويبقى طري، ما يبقاش ناشف يعني، ما يتلسعش منك، فاهمين؟ بس خصوصا ان هو ما بياخدش اصلا وقت ولا بياخد مجهود ولا اي حاجة خالص. تمام. وعايزة اقول لكم الاكلة كانت حلوة جدا
تمام. يعني انا زوجي بيقول لي اجيب لكم سمك من بره، قلت له لا، انا كنت عامله له بصراحه مفاجاه ان انا تبلت كل حاجه، وقلت له بس انا عليك ان انت تولع لنا الفحم وتشوي. بصوا شكل الجمبري عامل ازاي، رهيب رهيب رهيب. وسبحان الله هو جمبري كان صغير يعني حجمه وسط، بصوا يعني تحسوا ان هو كبر فجأة، فاهمين؟ ودي البركة من عند ربنا والرضا. ان انت تكوني راضية بكل شيء في حياتك، حتى سواء كان حلو او وحش تكوني راضية. الرضا سر الحياة والله العظيم. والحمد لله على نعمة الرضا والسكينة اللي جوايا، اللي مخلياني راضية بعيشتي، والحمد لله مخلياني احسن من اي حد في الحياة. تمام. بس كده شوينا بقى الجمبري خلاص، ما خدش وقت بقى. تمام. وبعدين الفلفل بقى الكوبي ده، انا عايزه اقول لكم كنت باكل بيه، يعني كنت بغمس بيه الجمبري كده وبالطحينه، كان رهيب. يعني انا ما اكلتش عيش ولا اكلت رز، بس كنت بغمس كده. عايزه اقول لكم كان حلو جدا. بصوا لونه عامل ازاي وريحته رهيبه رهيبه رهيبه. تمام. بس كده خلاص. كمان البصل خلص، والبصل بقشره يكون احسن، بيستوي من جوه وبيبقى حلو قوي وطري. انما لو قشرتيه هيبقى هيتلسع منك وهتحسي بمراره كده، مش هيبقى حلو. تمام. ودي سفرتنا، عملت الطحينه وعملت السلطه الخضراء والرز والسمك والجمبري، وكانت اكله العمر يعني. تمام. بس كده ان شاء الله بقى الجمعة الجاية يكون في فيديو تاني ان شاء الله. ويا رب الفيديو يعجبكم وطريقتي تكون عجباكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. باي باي وفيديو جديد.